السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم لكم أخبار الكرة المحلية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الاتحاد الإفريقي يقوم بتغيير موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي. ستقام مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا في الساعة 13 بدلا من الساعة 7 مساء، ومباراة العودة في القاهرة في الساعة 8 مساء بدلا من 4 عصرا. قائمة الأهلي لمباراة صن داونز جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف. في الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق. في نص الملعب حسين الشحات، كريستو، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، ورضا سليم، وأحمد نبيل كوكا، وكريم ندفيد، وقفشة، وأليو ديانج، ومروان عطية. وفي الهجوم محمود كهربا، صلاح محسن، وأنطوني موديست. واستبعد مارسيل كولر اللاعب إمام عاشور بسبب الإصابة، واستبعد عبد القادر بسبب أسباب فنية. الأهلي يقرر التجديد لبيرسي تاو بناء على رغبة مارسيل كولر. تقارير: هناك نية داخل النادي الأهلي بتلبية دعوة مجلس حسين لبيب والقيام بزيارة نادي الزمالك لترسيخ العلاقة بين الناديين. أخبار عالمية: كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لعودة حارسه السابق دافيد دخيا. جود بلينغهام يؤكد جاهزيته لمباراة برشلونة. اللاعب رافينيا لتدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو. إصابة اللاعب ألكسندر إيزاك في مباراة بروسيا دورتموند ونيوكاسل بالأمس، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب إلى ما بعد فترة التوقف الدولي القادم في شهر نوفمبر. جاهزية جواو فيليكس للكلاسيكو، واللاعب لا يعاني من أي إصابة، وجاهزية فينيسيوس جونيور للكلاسيكو أيضا. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.